طبعا بهالحالة جن جنونه. طبعا واحد عم يضرب بالفاس 3 ايام وبالاخر طلع له حدوة مصدية، شو بده يصير فيه؟ بده يجن. هالحسن انسان طريف اكثر مما كنت متصورة. غريب عجيب، منيح اللي ما لقى اللي باعوا الخريطة. بتعرفي لو ملاقيه كان راح يحديه مثل الحمار. عفوا عمار. ايه سوسو، بعد شوي بدي اقوم. خلص بنلتقى. عمار، اذا اجلنا شغلة الاكل لبعدين ما بتزعل مني ما هيك؟ ولو ليش بيزعل؟ خلص منقوم؟ فرح، شكرا لانك اجيتي. انا بشكرك لانك دعيتني. انبسطت بشوفتك، عن جد انبسطت. يعني بصراحة ومن بعد اذنك طبعا بدي اياك تضلي بحياتي على طول. انا كمان عمار، نحن حكينا بهالموضوع من قبل. لا يعني مو أصدقاء. ما بعرف ليش بيطلع كلامي دج وأنا معك. فلجتك مو هيك؟ لحظة لأخذ نفس. الكلام اللي قلته فاجأني. يعني كلامي ما ضايقك؟ يعني عادي؟ ما بدي اياك تفهمني غلط عمار. اني اسمع هيك عرض منك بيسعدني كتير. انت بتعرف قديش هيك شخص غالي علي، بس هالموضوع قصدي يعني الشي اللي صار معنا طلبك على عيني وراسي. يعني إذا بتحس بالمسؤولية تجاهي بس أنا مشوش استنى علي. بفضل إنك تفكر منيح لتعرف حقيقة مشاعرك. فرح، خدي كل وقتك لحتى تفكري، ماشي؟ بس فكري، وإمتى ما حسيتي حالك جاهزة وقت أعطيني جوابك. ماشي. أنا صار لازم أروح. ماشي مثل ما بدك. يلا بخاطرك. الله معك. أيمن بيك ما عاد يصبر، عم يسأل إمتى حيكون التنفيذ، وإذا مالكم كفوا خبروني. طيب استنى شوي لحتى نلاقي الفرصة. الليلة بدنا نحل هالشغلة، منخلص ومنقبض مصارينا ومنطير. طيب كيف؟ بدي ألعب بساعة الكهرباء. المولدة بتشتغل ساعتها بسرعة. يا غبي، بدنا نحل شغلة المولدة. لما بتطفي الأضوية بيتخربط الجو كله. منخلص شغلتنا منشمع الخيط، ماشي؟ يلا. هي علاء الدين، جيب لي شيء يشربه. حاضر عمار بيك، فورا بيكون عندكم. إذا بتحب طاولتك تحت جاهزة. لا هون منيح. مثل ما بتحب. بتريد شي تاني معلم؟ سلامتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلم، برمت البلد كلها وما في خبر عن هالكلب جوهر.
خليك عم تدور عليه منيح إلا ما يبين. مو غلط معلم. أنا رايح عندي شغلة. الله معك. شو صار؟ طمن أيمن بيك، التقيت مع الرجال مثل ما طلبته. أنا شو عملت بحالي يا بكر؟ تعرف إنه عطيته البيت رهن؟ لا يعمل معنا شي أعوج بعدين. يلي بيعوج معنا من جلسه يا أيمن بيك، أنت ارتاح. المصايب كفتت علي يا بكر. إن شاء الله يكون خبر منيح. احكي يا علاء الدين. كتير منيح. بيصلك حقك مع زلمتي بكر. علاء الدين نفذ الاتفاق، السلاح معه. الو، مصاريك صارت جاهزة يا خياط. يا أهلين يا أهلين. ممتاز ممتاز، ماشي ماشي. وين بتحب نلتقي؟ وين ما بدك بنلتقي يا روحي. والله يا أيمن بيك ما بخبي عليك، طالما موجود هالسيدي اللي شفته ما بتردد أبدا، بلتقي فيك بجهنم الحمراء إذا بدك. ايه معلومة، كل شخص بيلزمه تأمين، وتأميني هذا السيدي اللي معي يا حبيب روحي. ايه. عدنان، امور معلم. عود مقابلي، حظك اجى لعندك يا جمل. عود لشوف، عود. استغفر الله معلم. ولك عود، عم قلك شبك. ما شاء الله ما شاء الله، انت طولك طول شجرة الحور وراسك رح يدق بالسقف ما شاء الله. عود عود. قال طالما مأمن انه السي دي بايده موافق نلتقي حتى بجهنم. لنشوف إذا كان مأمن ضد الموت بسلاحه للكوسوفي. هاد التافه عم يصطاد بالمي العكرة يا بكر. ايه حاجة تتغلظي علي واحكي لي فورا شو كان بده. قال بده يعني يكون بحياته على طول يا سوسو. بصراحة ما تفاجأت، بالنتيجة انت صديقة لقطة. بس ما بده نكون أصدقاء. شو قصدك؟ كيف بده ياكي؟ استني شوي، بده ياكي بحياته عطول بس مو أصدقاء. طلعي فيني فرح، معناها بده ياكي زوجة ما هيك؟ ما بعرف سوسو، عقلي مخربط كتير كتير. ايه احكي لي شو كان ردك؟ شو بدي أقول يعني؟ قلت له أول شي خطر ببالي، حالته وتصرفاته عم تبين إنه قلقان. يي فرح لا تطققيني، شو أول شي خطر ببالك؟ يا سوسو ما بدي يتقدم لي وهو ما بيحبني بسبب اللي صار معنا. هذا اللي مخوفني. يمكن مثل ما قلتي، يمكن يكون عرض زواج. المهم إنه يعرف هالخطوة وين حتودينا سوسو. هذا اللي طلع معك؟ هذا اللي خطر ببالك وحسيتي فيه؟ طبعا مو هذا اللي حاسة فيه. من الانفعال ما عرفت شو أعمل، وما بعرف كيف قمت من جنبه وكيف وصلت لعندك. إذا بدك الحقيقة تصرفك بليق بعمار بالضبط. فكرناه لا مبالي وجامد مثل الحيط، بس طلع غير هيك. هي المشكلة سوسو، خايفة يكون عم يمثل علي. ما بظنه مثل ما عم بتقولي فرح، هذا ما بيعرف يمثل.
سوسو كان واضح انه مجبور على بعض الشغلات. يا اما بقول له اني موافقه رغم معرفتي انه ما بيحبني وانه عشق نرمين مشكل له عقده، او بقول له لا وباخد بعين الاعتبار اني حاخسره. اسمعي فرح، بعرف انه مو سهل على الواحد يرمي علاقة الحب القديمة على جنب، بس ليكو عم بيحاول ينسى وبعرضه هاد عم بيفرجي هالشي. وغير هيك ما لازم تستخفي بشعوره بالمسؤولية تجاهك. هذا صح، بس أنا ما بعرف شو الصح بالنسبة إلي سوسو. هي مغامرة. القرار اللي بدي أعطيه يمكن يقلب حياتنا كلها. مشغول بالك بنرمين بشو حتفكر وشو حتقول، ما هيك؟ ضميرك مو مرتاح اتجاهها. بس فكري من غير زاوية، حتى لو ما كنتي بالنص هي بتعرف انه ما لها مستقبل معه نهائيا. هي مشكلة بينهم هن، بس نرمين حتبقى مثل الشوكة بحلقي. هذا البيت وهي الحارة وأمي وأخي كلهم عم يذكروني فيه. أحيانا بفكر أحمل حالي وهج. شوفي يا بنتي، أنا بدي روح على ضيعتي. إذا بتحبي تعي معي غيري جو وريحي راسك. إيه تبعدي شوي لبين ما تخلص هالدعوة. شو رأيك يا بنتي؟ ها؟ لا خالي سارة، ما بدي أكون حملة عليكي هنيك، وما بدي أعذبك أكتر. بصير هيك شي يا بنتي؟ عذاب شو حمل شو؟ لا تحكي هيك حكي. أنا حبيتك وكأنك بنتي. أنت بنت نظيفة مثل الملاك. اللي كتبه الله أكيد بده يصير، ويمكن ترجعي تمشي أنت وعمار بنفس الطريق. إيه يا بنتي، الوقت بيداوي الجروح، وإن شاء الله تخلص هالدعوة على خير وسلامة. ما وعدتيني إنك ما عدتي تزعلي وما عدتي تبكي؟ يلا ورجيني ضحكتك. أنا منيحة خالي، ما تقلقي علي. هاتي ايدك، لا تخافي، انا هون. رح طالعك، بس رجلك على الآمن شوي، لا تخافي، تحملي. رح طالعك يا قلبي، تحملي شوي، لا تخافي. هاتي ايدك. ايه خياط افندي، تاريخ صلاحيتك انتهى وصرت للكب. بدر. ايوه معلم. هات لشوف امانة الكسوفي. تفضل معلم. سلاح الجريمة بيملكه الكسوفي، بس مين الفاعل؟ معناها بده يروح فيها بين رجلين. غلط يا طويل، غلط.
ما رح يروح من حاله، أنا اللي رح روحه. الأهبل أيمن إجا. خد هاد. تفضل معلم. وين المصاري؟ طويل. ما بدي غلط يا بكر، كل شي بده يصير مثل ما اتفقنا. لا تاكل هم أيمن بيك، اليوم رح يصير ذكرى هامة. اليوم ضرب عصفورين بحجر واحد. أيمن بيك، أنت بتعرف إني ما بريد توصل الأمور لهالنقطة، ما هيك؟ هيك هي الحياة، أحيانا بتفرض على الإنسان شي ما بده يعمله بس بيضطر يعمله. لنشوف المصاري. بالأول السيديات. طويل. خياط، لك عندي عرض حلو. عرض شو؟ عمار الكسوفي بيطير من على وش البسيطة إذا أنت بتوافق على العرض. كيف فيني أخدمك يا ترى؟ أنا اسمي وقع على الأرض، يعني شو قصدك بالضبط يا أيمن؟ ولا شيء أبدا، والقرار إلك يا خياط. شو بدك تعمل؟ تستدرج الكسوفي لهون وبتحاسبه على كيفك. هيك بهالسهولة؟ انت عرفان شو عم تحكي؟ وانا شو بدي اقول له للكسوفي لحتى يجي لعندك؟ هلا هو عم يدور على واحد، جوهر. هلا بينت الصورة. بدي اقول له جوهر يلي بدك اياه موجود بضيافتي، وهو بيحمل حاله وبيجي لعندك وبيوقع السبع بالفخ. تمام بالضبط، وبعد ما يجي بتتصرف فيه على كيفك. الو كسوفي، شو الخياط؟ إلك عندي خبرية تقلى جواهر. قول لشوف، عم نسمع. جوهر يا حبيب روحي، جوهر صدقني بدي اخدمك فيه، وطريقي بكسبك بكاسة شاي. وشلون بدي اعرف انك صادق؟ ايه عيب عليك يا رجل، نحن ما بنحكي الكلام على الفاضي، وما تنسى ان الدنيا اخذ وعطا يا كسوفي، وهيك بنفتح صفحة جديدة خلنج وبننسى عداوتنا. على كل رح اقول لك وين انا، وامتى ما بتحب بتشرف. اوكي ماشي.
الكسوفي ما لازم يشوفنا مع بعضنا. عدنان استنى بالسيارة. عندك ولا حركة اثبات. خياط، بتتذكر بزماني شو قلت لك؟ قلت لك انت صديق الاب، حاول تكون صديق الابن مشان تكسب. هيمن بيك، وبتتذكر شو كان جوابي؟ اللي بيتفق مع خاين العشرة والخبز والملح ما ممكن يكون صديقي. هذا الحكي ما عاد يفيدك هلا يا خياط، لأنك هيك اخترت الخيار الغلط. تذكرت هالإصبع يا خياط، شوفوا خطر ببالك انك رح تدفع روحك تمن هالإصبع؟ لا ما خطر لي. ايه شايف هالايام بتدور بسرعة. ولك بقديش بعتني ولا؟ لا تشغل بالك ابدا، واحد مثلك ما بيسوى قشرة بصلة، باعك بأكثر ما بتسوى بكتير. مين؟ أهلا وسهلا بابن أخي. تعال شوف، تعال تعال اقعد هون. شو بتشرب؟ ايه يا معلم، انت اللي بعتني بالاول. تتذكر؟ كان بدك موتني بالاول، واذا كنت عايش لهلا هاد لانه الكسوفي تركني. انت بدك تخبرني هلا يا بكر افندي، كان بيخطر ببالك انك رح تدفع روحك وانت عم تلحق دار اصبعتك؟ اللي لشوف قول يا
تحط طاولتك تحت جاهزة؟ لا هون منيح. مثل ما بتحب. بتريد شي تاني معلم؟ حضروا لك فخ ليصيدوك. هذا الواطي بكر ووراه أيمن. معناتها الشباب اشتروا علاء الدين، أخذ مسدسي وأعطاهن إياه، وكانوا بدهم يوصوك بمسدسي. صار مثل ما قلت بالضبط. اللي بيبلش هيك بينتهي هيك، الله يتغمده برحمته. ايه يا بكر، شو كنت حابب اقتلك بإيدي، وهلأ شو بدك مني بالمقابل؟ كلك نظر ومفهومية يا كوسوفي. شو ممكن أطلب منك؟ بدك تاخد السي دي اللي صورتك اياه. وجوهر وينه؟ حابسينه بمحل بمنطقة العمرانية، بس يمكن يكونوا طيروه من هنيك من زمان. إذا بدك روح وتأكد. صار لي بعرفه لبكر 15 سنة. هذا السافل ليش خانه؟ في زعل بيناتهم من الماضي مثل ما بتعرفوا، ومشان يوصل الكوسوفي للمعلم بكر. بتتذكر؟ بتذكر المشكلة. ما فكرنا انه الشغلة مستهلك لهالقد، فكرناها انتست. لو ما عملها اليوم بيعملها بيوم تاني. اثنيناتهم نفس الطبع، اثنيناتهم عقارب. السفينة بكرة المساء رح تطلع، مشان هيك عزت والشباب رح يوصلوك بعد شوي على حوض السفن. صحتك. عمار أنا آسفة، مو بقصدي. لا ولا يهمك، ما صار شيء. عن جد أنا آسفة كتير. خلص مو مهم. فرح اهدي. يا ليكي، أنا رح روح غير ثيابي وارجع دغري. هدول طلعتن لأرميهم، بس أمي ما رمتن. نرمين، هدول شغلات خاصة وحلوة، مانك مضطرة تقدمي تفسير لحدا. يا ربي شو أعمل؟ أها فرح، أهلا وسهلا. شو أخبارك ملك؟ بس ما أكون أزعجتكم. شو هالحكي فرح؟ تفضلي. نرمين بالبيت؟ ايه تفضلي.
سيدي هاي حال الدنيا، عاش أكثر من اللازم. بعدين هدول الجماعة الغدر ماشي بعروقهم. المهم وين بدنا نلاقي لهذا علاء الدين هلا؟ تقول تبخر يا رجل. والله لك عمار، شو هالحالة هاي اللي عايشينها نحنا؟ كله بيعض الإيد اللي بتمدله. وأنا طلعت ونسيت سلاح بالدرج، ما خطر لي أبدا، كان مخي ملخبط شوي. هذا بعد ما حكيت أنا وفرح، أنا رحت هو فات أخده. منيح اللي ما نسيت اسمك. شو حكيتوا أنت وياها؟ يعني هيك حكينا مواضيع أنا وياها بس. ايه شو خلص ايه ما اختلفنا، بس شو؟ دجيتها دج الحكي اللي طلع معي. ايه وهي شو جاوبتك؟ بدها مهلة تفكر. معها حق. قلت لها فكري على مهلك وبعدين ردي لي خبر. ايه الله يوفق. اذا هيك ربك رايد. شو علي؟ بركي بتعيش لك يومين حلوين. لازم نفكر لقدام، بلكي منصلح اللي خربناه. ولا انت شو رأيك؟ حق معك. بركي ان شاء الله بتكون هالفرح شمس بتنور لك دربك وبتدفي لك حياتك. ايه شو عم تعملي وكيف عم تمضي وقتك؟ مثل ما انك شايفة، احيانا بروح لعند الجيران، في الخالة سارة تجي احيانا بتزورني. هيك بقى سلمي لي عليها كتير. ماشي بيوصل. بس شايفتك مو على بعضك، في شي مشكلة فرح؟ لا ما في، الشغل مثل ما بتعرفي مخربط. وانتي شو صار معك بالدعوة؟ المحامي قدم الاستدعاء وعم نستنى. الحكي بيناتنا فرح، أنا خايفة من أيمن يعمل شي مشكلة. لا تبالغي، يعني شو ممكن يعمل بعد هالوقت؟ ما بعرف فرح، أنا خايفة يدبر له شي مشكلة لعمار. أيمن ما بيعملها نيرمين، انتوا تجاوزتوا أصعب الأيام وأكترها مشاكل. هداك اليوم اجا لهون وعمل مشكلة، تخانق هو وصهري وتضاربوا. لا نيرمين، أيمن أعقل من هيك بكتير، بس ما تعود ينرفض له طلب، وهلأ أنت عم ترفضيه. حله يتعود، في شغلات ما بتصير بالزور. بتمنى أكون غلطانة ويكون خوفي على الفاضي. وشو رأي بابا جلال والخالة سلطانة؟ لسه لهلا ما حكيت مع حدا، خليها بالأول توافق، بعدين بحكي معهم بالموضوع على مهل. مو غلط هالحكي، فيها وجهة نظر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين عمان. عود هات الكرسي. صار معلم. في أخبار؟ لا معلم، بس بكرة في سفينة طالعة من الحوض لبيت كراونجي وأغلو. وحمل السفينة جوهر طبعا. هذا الحمل إلنا. ما بدي تفكري إني استنيتك حتى تجي مشان أحكي على أيمن. هو مفكر إنه عمار ورا قرار الانفصال، بس صدقيني عمار ما دخله. يعني أيمن مفكر إنه حنتصالح من جديد. أيمن متضايق لأنه رح يخسرك، عنده أسبابه اللي بتخليه يفكر هيك. ما بتعرفي شو القدر مخبيلكم، يعني قد ما كان هي حياتكم، مين بيعرف ممكن تتصالحوا. ما في هيك احتمال يا فرح.
انت بتعرفي كتير منيح انه عمار ما له علاقة بطلبي للطلاق. هديك المرة حكيت معه ما في مستقبل يجمعنا سوا، بدنا ننسى الماضي ونطلع لقدام. أنا من كل قلبي بتمنى له السعادة وينتبه على مستقبله. شوفي نيرمين، إذا كان في هيك احتمال أو ما في شي بدي أقول لك إياه، من حقك تعرفي هالشي. عمار امبارح طلب يلتقى فيني، حكينا وقال إنه ما بده إنه تبقى علاقتنا صداقة من هلأ ورايح. نيرمين، شو بكي؟ أنا منيحة. هو قال هيك، يمكن لأنه شاعر بالمسؤولية تجاه اللي صار معنا، أو يمكن ما بعرف. لما قال بدي إياكي بحياتي عطول بس مو أصدقاء، تلبكت. نيرمين شوفي، بعرف شو حاسة هلأ، بس صدقيني ما بعرف شو بدي جاوبه. حسيت إني لازم خبرك وحطك بالصورة. زعلتي مني ما هيك نيرمين؟ لا، لشو لا أزعل منك؟ بالعكس، الحياة بدها تستمر. أكيد حتكون في وحدة بحياته، لازم يصير عنده عائلة وأولاد، وتكون هالإنسانة وحدة مثلك. يعني على الأقل أنت بتساعديه. ما زعلت منك، بالعكس انبسطت. كان فيكي ببساطة ما تحكي لي، لهيك بتشكرك. لا تحطيني ببالك، أنا لا زعلت ولا شي. أنتي إنسانة كتير منيحة وعمار بيستاهلك. نيرمين شوفي فرح، ما في لزوم تقولي شي. ما في إمكانية نرجع لبعض أبدا، قصتنا انتهت. مشان هيك ريحي بالك مني، تمام؟ انتي قلبك كبير نيرمين. طيب، مبروك فرح. شو معلم؟ وين سرحت هيك؟ ولا شي يابا، تذكرت ايام زمان والشقا والتعتير بهالحوض. ما في شي بضل على حاله. يا عمار، شو رح نساوي هلا؟ كيف رح ندخل لجوا؟ الحارس طوفان ترك الحوض ما؟ ايه يابا، من زمان ترك، من بعدنا، لكن احنا مضينا 8 سنين هون. ببقى بطلع عليكي. الله معك فرح.
اسألك سؤال. اسألي. انت قديش بتحبني؟ كتير. قديش كتير؟ يعني بحبك شي 200 سنة ضوئية. وانتي؟ بحبك كتير كتير. قد ايه؟ قد الكون كله. بس هيك؟ بس بقى عمار. خلينا نتجوز بسرعة ونعيش سوا ونخلص من كل هالمشاكل. هانت بكرة لما نتزوج رح حللك كل المشاكل. من يوم اللي حبيتك يا نرمين تعلمت انه كل شي بهي الحياة له تمن. وانا جاهز للدفع، بس بكفي تكوني جنبي، بكفي تكوني جنبي لما بفي ولما بنام. أيمن، كلنا دفعنا ثمن غلطنا، بس هلأ خلص. انت كمان لازم تتعود على فراقي. ما بقدر يا نرمين، انا بدي اياكي معي. انا مالي حياة انت مالك وجود فيها. تتعود يا أيمن، لازم تتعود. نرمين بترجاكي ما تحكي هيك، هذا الشي ما ممكن، فهميني. بخاطرك أيمن. نرمين نرمين، شبك ملك؟ اختي ملك، عمار عرض علي الزواج. شو؟ ماني مصدقة، بس هو عرض علي الزواج. ان شاء الله الف مبروك.
السلام عليكم. وعليكم السلام. لك اخي ليش تاخرت لهلا؟ والله فكرنا صار لك شيء. شو بعمل يا حسن؟ يعني بشلحن هون بالسيارة؟ خلصت الوردية وبدلته اجيت. صار خير. ايه لك انا جايب بدله واحده بس. معناتها فوت لحالي. رفعت. ايه والله يعطيك العافيه. موفقين يا شباب. اسمعني لا صار لك 4 أشهر وعدني بعد كاس مي عاديه. لا ما نسيت يا حسن، بس باخر الاسبوع بنطلع. على كل قولك انت معروف بالحكي، ما حدا بيخبر عصر مايتك، ووقت الجد ما في حدا. قلت لك وعد يا حسن باخر الاسبوع. الله يسهل عليكم بخاطركم. روح بالسلامه. معلم بلا ما تروح وحدك مشان ما نلفت نظر. يا معلم نعمان عم يحكي صح، هالشغلة ما خرجت ساوية لحالك. لا سيدي خرج. عكلن اذا بصير شي بحكي معكم. انا رح انزل. كيف وضعه؟ ما بعرف يا عزت، احيانا بحسه عم يسمع كل شيء وعيان كل شيء حواليه، واحيانا لا تخاف، ابوك مثل الجبل يا ايمن بيك. ان شاء الله يا عزت. انا محتاج له كتير بهالايام الصعبه، محتاج له كتير. شدة وبتزول عن قريب يا ايمن بيك. اذا بدك رأيي اشكر ربك انه خلصنا من بكر على خير، واذا راح جوهر بهي الليلة انا خايف يصير شي مشكله يا عزت. بابا بابا فهمت يا سيدي فهمت. انت لا تشغل بالك. امي اليوم عامله فاصوليا على العشاء، شو رايك؟ ايه وهالنرمين كمان جايين. يا حبيبي معناته بدك تعذرني يا عمار، انا ما راح اقدر اجي. بدك تجي، ما عاد اقدر اشوفك المسا غير اليوم. طب لا تزعل مني، بس هاي حماتك ما بطيئة انا. اذا طلعت لي بشي جورة هيك بنص الطريق بهرب منها سفر سنة. زعلت شي؟ وليش لا ازعل؟ عمار حبيبي رح تنام وانت قاعد. قوم نام عندك فاق الصبح. بس خلص الفيلم بنام. لما نقلك دروس تنعس دغري. لا مو هيك ابدا يا ملك. انا اليوم شفت معلمينه بالمدرسة كلهم مبسوطين منه ما شاء الله. برافو عليك حبيبي، هيك بدي اياك شاطر بالمدرسة. لا تدللي هيك. تتذكري قديش كنتي شاطرة بالمدرسة؟ على طول كنتي تطلعي الأولى. تتذكري ملك كان عندها جاكيت صوف ازرق تلبسه فوق بدلة المدرسة وتتباهى فيه، انا اشتغلت لها اياه. تتذكري قديش كان يلبق لها؟ تعرفوا اني لهلا مخبيه الجاكيت ما رميته. ايه هلا تذكرت الجاكيت. حتى كانت تحط على القبة شغلات كبيرة على أساس إنها على الموضة. شافهم مدير المدرسة وصادر لها إياهم. بكيت بهداك اليوم. تذكري نرمين؟ طبعا بتذكر، كانت أيام حلوة. مشان ما أزعل أمي رجعت راحت على السوق جابت لي منه ولبستهم على المدرسة. شو صار لكم يا جماعة؟ بدكم تبكوني إلي كمان؟
أنا رايحة أنام، وأنتوا بلا ما تنبشوا بالماضي والحاضر وتزعلوا حالكم. خلص أمي. ماشي، وأنا كمان رح روح نام، تأخر الوقت كتير. يلا تصبحوا على خير. وانتي من أهله ماما؟ İstersen boyayabilirim. عمار، يا عيونه اوعك تترك المدرسة لو شو ما صار. يمكن نفترق وما أعرف عنك أي شيء، بس حتى لو هيك صار بدي إياك توعدني لما تكبر تصير شخص مهم. قلتي نفترق؟ ليش؟ يعني عم نحكي، يعني ما بتعرف شو بيصير إذا ما شفنا بعض. رح أكون كتير مبسوطة إذا سمعت بنجاحك. هاي السنة بتخرج من المدرسة، بدك تجي على الحفلة وعديني. يلا وعديني. طبعا. معقول ما أجي على هالحفلة؟ لا تنسي، يا ويلك تتأخري أو بزعل منك. يا شاب، انت لحام؟ ايه لحام؟ فرجيني بطاقتك يلا. لبين ما نحمل الحمل ونطلع من المينا ما بتخلوه يخطي خطوة واحدة برات غرفته. مفهوم؟ مفهوم سيدي. خليه يقعد عايل أحسن له بلا ما يجيب لنا بلوة فوق راسنا. حاضر سيدي. خليك عاقل، انت قبطان وبتفهم، وشو ما قلت لك رح تنفذ وبدون غلاظة. شو بدك مني؟ جوهر وين خبيتوه؟ ما بعرف حدا اسمه جوهر بنوب. ما بتعرفه؟ أصبح لذكرك فيه. طيب خلي رجالك يجيبوه لهون. جيبوا لي جوهر لعندي.
وهلا بنحكي مع الشرطة. لا تروحي يا نرمين، ما بسمح لك تروحي. لا تروحي، لا تروحي معه. شوفي عزت، ولك الله لا يعطيك العافية. ولك شو عم تقول انت؟ الله يلعنه. ولك هي كارثة. انتو بالحديقة؟ ماشي انا جاي. شوفي شو صار يا عزت. ما قلت انه اخديك الاحتياطاتكم؟ ما قلت في عندك رجال بالسفينة؟ من ناحية رجال في رجال، بس القصفي. لك الله ياخده لارتاح بقى. كان لازم نخلص من جوهر بالاول ونحل هالمشكلة. نحن اللي غلطنا يا بيك. لك حاج تنتبهوا مثل النسوان. شو بدنا نعمل هلا؟ كيف بدنا نطلع من هي الشغلة؟ الشرطة رح تستجوب جوهر بطريقتها الخاصة، بس القبطان بتقولوا له لهذا المتخلف عقليا اذا بيجيب سيرتنا على لسانه لخلي الجني الازرق ما يعرف وينه. هلا من ناحية الحكي ما بيحكي، بس حتى لو ما حكى كيف بدنا نبرر وجود جوهر بسفينتنا؟ جوهر والقبطان متآمرين، ما في حل تاني. هيك لازم تكون الإفادة تبعيتنا. منقول انه هن الاثنين استغلوا امتيازات شركتنا بالحوض وتآمروا علينا واشتغلوا شغلهم الوسخ. بفضل هي القضية نحن كمان عرفنا الحقيقة. ما في قدامنا حل تاني غير انه نحكي هذا الحكي. مفهوم؟ مثل ما بدك. ماشي يا سيدي، مفهوم، بس اقناع الشرطة مو سهل ابدا. قلت لك وقف هالشغل الوسخ من زمان. قلت لي انك رح توقفه قبل ما يستلموا الاولاد شغلهم بالشركة. انت وعدتني بس ما عملتها. ايمن ما بيحسن يتحمل هيك حمل يا صفا، بعرفه عظمه طري. اذا وقع ايمن بمشكلة حسابك رح يكون عسير يا صفا.
وما رح أرحمك. صباح الخير حماتي. صباح النور. صباح الخير. أنا ناديت لأختك بس يمكن ما فاقت. يلا اركض فيقة مشان نفطر سوا. على راسي. نرمين؟ أمي أمي دير بالك يا شوكت، دير بالك تقلي أي خبرية مو منيحة. اسمعني يا ايمن بيك، اول شي لازم تهدى، يعني لا تعصب ارجوك. شوكت اعصابي ما أنا متحملة ابدا. احكي بسرعة، شو صار؟ هلا حاليا كل شي صار مثل ما بدنا يا بيك، يعني ما في مشكلة بإفادات جوهر والقبطان، وانحبسوا يومين اضافيين على ذمة التحقيق. ان شاء الله بيحبسوهم 10 ايام، شو النتيجة؟ مو السفينة مسؤولية القبطان؟ ايه معناتها القبطان بيلبس التهمة. شوف يا ايمن بيك، بالسيارة الحاملة بضاعة لشركة كروانجي اوغلو التقى مخدرات، وبعدها بينمسك بوحدة من سفن كروانجي اوغلو القابضة جوهر بولوط يلي هو صاحب السيارة، وخاصة هو طالع برات البلد. بقى برأيك هاي صدفة ممكن تمر على الشرطة؟ أهلين ملك. أيمن شفت نرمين أو بتعرف عنا شي؟ شو؟ هي مانا بالبيت، اتصلت فيك شي أو عندك خبر عنها؟ لا ما عندي خبر. ليش ما عم ترد على تليفونها؟ التليفون قافلته وتاركته بالبيت. امبارح فرح زارتها وبعدها انقلبت فوقاني تحتاني. أنا خايفة عليها كتير يا أيمن. وامبارح حكت مع أخي عمار شغلات غريبة، شغلات عن الفراق وبدها تروح على محل بعيد. شو بيعرفني أنا كتير قلقانة. أنا رح أعلمك كيف تروحي لبعيد يا نرمين. خير في شي؟ شوكت روح شوف شغلك. بس يا أيمن بيك. شو ما سمعتني يا شوكت؟ بسرعة. انت ناوية تجننيني يا نرمين؟ ما كفاكي كل اللي عملتيه؟
كل ما بيجي بكون ميت. أوس، بعيد الشر. نرمين، أنا عن جد بموت فيكي. وأنا كمان بحبك، بموت فيك. والله تخربطنا. خايف تكون عملت بحالها شي. امبارح كانت غريبة. بالليل حكت مع عمارنا كأنها عم بتودعه وكأنها عم توصيه، وقايلت له بدنا نروح من هون لبعيد وهيك شي. بكر انت على التليفون، بس ما تجيني وتعملي لنا شي شغله. نرمين وقفي! نرمين! نرمين! نرمين وقفي! ما مستاهل القصة يا نرمين. عمار لا تقرب مني. خلص ما رح أقرب، بس أنت اهدي. نرمين. عمار روح من هون. نرمين أرجوكي، حرام توصلي حالك لهون. في ناس عم يستنوكي بالبيت. نرمين، الدنيا ما خليت، عند امك واخواتك، لا تقهريهم عليكي. نرمين اسمعيني منيح، ما رح اقرب بس انت اسمعي. بدي احكي معك شوي بس لا تتهوري. ما عم تفهم، انا ما عاد فيني اتحمل هالعيشة. نرمين خلينا نحكي على رواق. نرمين طلعي. نرمين. نرمين
بس اهدي.